اتصلت بواحدة عشان تيجي تساعدني في مسح الشقة، لان يا جماعة كان صباح جاي لي ناس كتير وعايزة حد طبعا يمسح معايا الشقة، لاني بصراحة كانت تضرب تقلب الشقة كلها. فقلت لا، انا هكلم واحدة كده تيجي تساعدني على طول في الشقة. وخلصت على طول معاها مكالمة، ولقيت نفسي لا، اللي هو يرحم، مش هينفع خالص الست تيجي وتلاقي الدنيا كده، انا لازم اروق وانضف قبل ما الست تيجي، عشان برضو ما تقولش الدنيا مكركبة. يعني اي نعم انا جايباها عشان هي اللي تنضف، بس قلت برضو اعمل اي حاجة كده على الوش. مسكت بقى كده يا جماعة على طول السفرة، لمعتها بالخشب بالازاز، وكمان الجزامة بالخشب والازاز، ومسحت قدام باب الشقة السلم. وكمان دخلت كده يا جماعة على الركنة، نفضتها وشلت الاكياس بتاعة الشلت، وزعفت كده برضو الصالة. قلت ايه يعني اتسلى على ما الست تيجي، لان هي بصراحة قالت لي انا هاجي على طول مش هتأخر، بس قلت برضو على ما هي تيجي اكون عملت اي حاجة. طلبت كده يا جماعة غدا بسرعة، كبدة وكمان مخ. الكبدة اللي هي برده دي بحبها جدا جدا، ومع بقى السلطة والكلام الحلو ده. المهم يا جماعة ايه، قلت يلا بسرعة كده اوريكم الشقة بعد ما رتبتها على قد ما قدرت يعني. وبعد كده رحت شايلة السجادة عشان خاطر الولد يجي ياخده للدراي كلين، وكنت بصوا حرفيا عايزة اخلص قبل ما هي تيجي اصلا. بعد كده دخلت على طول على تزعيف بقى الصالة بره، بعد ما كنت خلصت الصالة اللي جوه. ولقيت نفسي اللي هو ايه، لا يعني الست اللي جاية هتبقى كبيرة في السن بصراحة، صعبت عليا. جبت بقى كده ملاية قديمة وحطيتها على الكنبة، عشان خاطر لما زعف او لما شيش الشيش دوت او الشباك ده، التراب طبعا كله يقع على الركنة. فقلت لا. بعد كده لقيت الست خلاص جت على الباب، وكنت مبسوطة بيها جدا. بس والله يا جماعة عارفين لما لقيتها ست كبيرة في السن حبيبتي، صعبت عليا. استضفتها بصراحة عندي، وبعد كده قدمت لها جاتوه وعصير والكلام الحلو ده، وقعدت معايا شويه. وقلت لها لا خلاص انا اصلا خلصت يا حبيبتي، كتر الف خيرك ان انت تعبتي نفسك وجيتي. وخلاص كانت الناس اصلا التانيين اصلا خلاص على وصول. فقلت لها كتر الف خيرك يا حبيبتي، وبجد متشكره جدا بجد يا جماعه. ما عرفتش ان حد يكون جاي ينضف لي بيتي وهو متكركب قوي كده. لا انا قلت لا، انا اقوم انا اعمل اي حاجه كده على ما هي تيجي. وفي نفس الوقت لما لقيت ان هي ست كبيره في السن صعبت عليا، رحت انا اللي بصراحه مكمله، وقلت يلا مش مشكله. المهم ان انا اتعرفت عليها، وقلت لها ان شاء الله تنوريني في يوم تاني. هنا كده بوريكم الزبادي اللي حضرتها فطار لهيما عشان ما كانش كل، وكنت بقى بسلق باللينا ناكل لقمه كده حلوه مع بعض. وبعد كده غسلت شويه المواعين اللي كانوا في الحوض، ما كانوش كتير بس برضو قلت اخلص منهم. وهنا كده خلاص خلصت. رحت بعد كده شيشت برضو يا جماعه، او زعفت الشيش اللي بره او الشباك اللي بره بالزعافه على طول. عارفين الحاجه ما بتاخدش وقت، بس لما بيبقى وراكي اي ضغوطات او اي حد جاي او وراكي اي مشوار بتبقي مستعجله، وبيبقى لازم يبقى معاكي حد في شقه يعملها معاكي، خصوصا لو انت معاكي طفل صغير يخليكي ما تعرفيش تعملي اي حاجه. المروحه كمان بصراحه نضفتها، فكيتها من بعض كده وغسلتها بس ما صورتهاش. وكمان الركنه كده نضفتها كويس جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا اتفاجئت بجنيهات فضه كتير جدا، ابني كان حاططها تحت الشلت، فقلت حلو قوي الموضوع ده ينفعني كتير قوي بصراحه. جبت يا جماعه الرش بقى بتاع النمل ده، عايزه اقول لكم ان هو وحش جدا، وقبل كده كلمتكم عنه. الرش ده يا جماعه قلت لكم ان هو عمل لي اختناق جامد ليا